السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. قبل ما أبدأ الفيديو أحب أرحب بحبايبي اللي شرفوني في القناة جديد. وأحب أقول برضو للي بيخش ويشترك عندي في القناة يسيب لي تعليق كده عشان أنزل تحت في التعليقات وأرحب بيه. هعمل النهارده معاكم فيديو مسكر كده من اوله لاخره. هنعمل فيديو كيكه البلح. طبعا هي كيكه مغذيه وحلوه خالص للكبار والصغيرين، واقتصاديه ومش مكلفه، ومقاديرها موجوده عندنا في البيت. البلح كتير في السوق ما شاء الله، بشاره بكتير ويعني واسعاره كويسه. قلت نستغل الفرصه دي ونعمل شويه بلح كده ونحطهم في كيكه. اعملي حسابك في طبعا كيلو او كيلو ونص بلح. بنقشرهم كده بالطريقه دي ونفصل النوايا عن البلح، ومعلقتين سكر كبار، ومعلقتين سمنه كبار برضو، ومعلقتين قرفه. لو مش حابه القرفه ممكن تشيلها من الوصفه. انا طبعا جبت البلح وغسلته وقشرته بالطريقه دي وشلت النوايا منه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان نستعمله. عشان يعني انا ما جبتش كميه بلح كبيره، عشان هعمل كميه صغيره او صينيه صغيره زي ما انتوا شايفين. نحط فيها السمنه، نحط بقى كميه كويسه كده فيها من السمنه. واحب برضو اقول لكم لازم نغلفها كلها ونغلف الحواف بتاعتها علشان البلح ما يلزقش معانا. ونرش شويه سكر كده فيها علشان يعمل كرمله كده في البلح ويدي لمعه كويسه كده لما تستوي. ابتديت ارش كده في الحواف برضو بتاعتها اللي بيديها كرمله وطعم جميل جدا. مش هتبقى مسكره ولا حاجه، ما بيبانش فيها، هو بيديها لمعه بس. وادي القرفه حبيت برضو اوزعها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبرضو هنحط على الحواف برضو قرفه، عشان انا حابه احط بلح في الحواف كده يسند معانا الكيكه اللي هنصبها في الصينيه. ممكن تحطي بلح في الحواف وممكن ما تحطيش، بس انا بحب احط كده البلح في الحواف بتاعه الصينيه، بتبقى شكلها جميله جدا وبتبقى عامله زي التورته. طبعا لما فتحت البلح ابتديت احطه على الوش التاني، والناحيه اللي فيها النوايا بتبقى ايه ناحيتنا احنا زي ما انتوا شايفين كده. نحاول نرصه بشكل جمالي كده عشان يدينا ايه شكل كويس لما نصب عليه عجينه الكيكه. وطبعا وانا برصه كده بحاول مخليش بين البلحه والتانية فراغات كبيره، او اسد الفراغات كلها علشان عجينه الكيكه ما تلزقش في الصينيه من تحت او تطلع من بين البلح، بتبقى شكلها مش ظريف. نرص بقى بقيه الكميه كلها كده، نحاول نخليها بشكل جمالي ونرصها كده جنب بعضها. طريقتها سهله خالص، مش هتاخد منك اي وقت. وبتزيني بقى البلح، وشكل البلح كده بيطلع شكله كويس خالص في الكيكه معانا. ابتديت كده رصه كده واحده واحده جنب التانية. بنحاول نقربهم كده من بعضهم علشان ما يخرجش العجينه زي ما قلت لكم قبل كده من بين الفتحات بتاعه البلح. كده نخلص كده قاع الصينيه كده مره واحده. بعد كده بنحط البلح على الحواف. هي كده قاع الصينيه خلص، وهبتدي برضو الزهم كده جنب بعضهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نرص بقى قاع الحواف في الصينيه بالطريقه دي، بنوقف البلح كده على حواف الصينيه، بيديها شكل جميل برضو من على الجناب. عايزه تعملي القاع بس وتحطي عليها الكيكه ممكن تعملها كده، بس انا دايما كنت متعوده اعملها بالطريقه دي. هي اصلا الصينيه مش كبيره، هي صينيه صغيره، انت كبري بقى براحتك وزودي في المقادير. اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي ما ينساش يدعمني باللايك. كده بقى شكل الصينيه بالطريقه دي. بعد كده بنسيب بقى الصينيه بالبلح كده على جنب، ونبتدي نجهز للكيكه اللي هتتصب فوق البلح. يلا بينا نشوف مقادير الكيكه ايه اللي هنصبها على البلح الجميل ده. اول حاجه دول عباره عن كوبايتين دقيق، واحده في الطبق وواحده ضفتها عليها. هنضيف المقادير الجافه على بعضها. حطيت عليهم معلقتين بيكنج باودر. نحاول بقى نخلطهم مع بعضهم ونقلبهم كده كويس في الدقيق علشان المادة الرافعة تتوزع في الدقيق كلها. معانا مقاديرنا دول عبارة عن 3 بيضات،
بدرجة حرارة الغرفة، كوباية لبن ومعلقتين سمنة كبار ونص كوباية سكر، وده زبادي هناخد منه معلقتين اتنين نضيفهم على الخليط، لان الزبادي بيديها طراوة كويسة كده مع البلح. ودي معلقة خل كبيرة اهيت، لو عندك فانيليا حطي، انا حطيت الخل مكان الفانيليا على البيض. برضو الخل بيدي الكيكة يعني هشاشة كده وخلاها مرتفعة. ضربت كله بالمضرب الكهربائي. لو مش عندك المضرب الكهربائي ممكن تضربها بأي مضرب عادي، المضرب اليدوي. هو دي السكر، انا ضفت السكر عشان يدوبه كويس كده مع البيض. بعد كده هنضيف بقية المكونات كده واحدة واحدة كده مع بعضها. ادي اللبن، كوباية اللبن ده كله، والمضرب شغال برضو عشان يدخل الهواء مع البيض. وادي معلقتين السمنة ضفتهم. هي كيكة بسيطة زي الكيكة العادية، ما بتاخدش اي مقادير كتير. وادي كوبايتين الدقيق ضفتهم، وخدت معلقتين زبادي اهمت. بعد كده خلطت الخليط كله كده مع بعضه. بتشوفي بقى خلطت الكيكة سميك، بتزودي شوية لبن حسب نوع الدقيق بقى عندك. انا دوبته كده مع بعضه، لقيت الخليط عندي يعني خفيف شوية، زودتها معلقتين دقيق. انت برضو حسب نوع الدقيق عندك بتزودي او بتقللي زي ما انت عايزة. الخليط معانا اهو كده مظبوط، ولا تكون خفيفة قوي ولا تقيلة قوي. ضفت الخليط كله على صينية البلح اللي احنا عملناها في الاول. وطبعا وانا بشتغل الفرن شغال قبلها ب10 دقايق. هنحطها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، وطلعت معانا بالشكل ده. مش لازم وشها يتحمر كله، المهم انها تكون استوت وطلعت كده ونفشت. طلعت معانا، قلبناها كده بسرعة وهي سخنة عشان تدينا الكرملة واللمعة اللي انتوا شايفينها دي. بقت بالطريقة والحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينها ده. كانت لذيذة جدا وريحتها جميلة في البيت، البلح مع القرفة. يا ريت تجربوها، مغذية جدا للأطفال. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم، وشكرا لحسن متابعتكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.